السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحه؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه. شكرا البنات، شكرا لكم بزاف والله العظيم. عييت ما نقول لكم 100 شكر وما غاديش نوفي الشكر ديالكم في التعاليق الزوينه بحالكم. المهم اليوم فيديو جديد ونهار جديد وفيديو جديد اخر. غادي تشوفوا معايا سيمانه وانا جالسه كنطلب، سيمانه وانا كنطلب عافاك صوب لي شعري، لان كان عندي اخر لاكارت هو باش يصاوب ليا. لان نتوما شفتوا ملي كنت ندير معكم لي روتين ديال شعري، ديما كنت نقول لكم شعري راه عام ونص دابا باش درت ليساج، وصراحه واخا راه باقي مزيان ولكن بدا يدير ليا، بدا يتشوك ليا شويه من التحت، وقلت ضروري خاصني نصاوبو قبل ما نمشي نعاود، لان غادي نعاود نصبغو وباش هكايا نبروتيجي شعري. لان صراحه البنات ملي كديكابي شعرك راكي كتخرجي على الزغبه ديالك، يعني كتقتليها. ولا ما كانتش ديجا مبريبارياها مديره ليها بزاف ديال لي سوان وكتهلاي في شعرك ومقابلاها، ملي كتمشي ديري ليها داك الديكاباج، يعني ملي كديكابيها الزغبه كتحرق وكتهرس. يعني انا باش نحاول انني ما عرفتش شحال وانا جالسه كنتهلا فيه باش انني نوجدو قبل ما نصبغو، غادي ندير له ليساج. غتقولوا لي سهام ديما كتقولي لنا ديروا شعركم عاد ديروا ليساج، يعني خاصك تصاوبي شعرك، يعني ديري الديكابون ولا ديري لي ميش ولا ديري اللون لي ميش اللي بغيتي عاد ديري ليساج. ولكن انا ماشي مشكل، قلت اللهم نخسر ونخلي شعري زوين. غادي نحاول انني غادي نديرو اليوم، غادي نصاوب له ليساج، ومن بعد ملي غادي نسالي ملي غادي نصبغو غادي ندير ليه ان سوان او بوتوكس، سوان دو بوتوكس. سوان بوتوكس البنات غادي نشرحوا لكم هنا في هذا الاخر ديال الفيديو. بقاو معايا بالنسبه للبنات اللي مهتمين باغيين يعرفوا شنو هو السوان ديال البوتوكس وشنو هو لو ليساج بريزيليان. هنا بالنسبه للبرودوي راه وريتو لكم شحال من مره البنات اللي غادي نستعمل. انا غادي نستعمل هذا البرودوي هذا اورغانيك بروتين، فيه 4 ديال الانواع ديال الزيوت اللي واعر كيرد الشعر صراحه غزال بالنسبه للناس اللي شعرهم ناشف، شعرهم يعني جميع انواع ديال الشعر كيرد الشعر طوب. هانتوما غادي تشوفوا معايا وانا متاكده. حاجه اخرى بالنسبه للبرودويات اللي كنستعمل انايا ديال يعني لوتروتيان اولا باش كنتهلا شعري، كنستعمل هذا الزيت هذا ديال الحبه السوداء، وريتو لكم شحال من مره وقلت لكم البنات اللي بغاوه راه انا كنبيعو. دوزو عندي في الانستغرام، غادي نخلي لكم هنا الانستغرام ديالي وغادي نخلي لكم حتى في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي مهتمه وبغات هاد لي برودوي. هادو مواد طبيعيه البنات، الزيت ديال الحبه السوداء طبيعي كيرد الشعر غزال ومتاكده منه كنقولها لكم. بالنسبه لي ماسك انا عندي 3 ديال الانواع. كاين هذا ديال الحبه السوداء هذا، كاين هذا ديال منع تساقط الشعر، وكاين هذا ديال تطويل الشعر. فوالا كاينين هادو بثلاثه اللي كلهم جرباهم انا بثلاثه وكلهم النتيجه ديالهم خطيره، انا متاكده منها وكنقولها لكم. وماشي غير انا، خداو من عندي بزاف البنات ولقاو عليه نتيجه واعره، وخصوصا ان الريحه ديالو البنات فنه. فوالا البنات هذا هو مكان. هنا راني وجدت الشاف ديالنا، وجدت ليه ها نتوما راني وجدت كلشي. كنت كندير في الكراج تحولت جبتو هنا. المهم وجدت كلشي اللي خاصك. شنو خاصك باش تصاوبي عادي؟ يعني خاص يكون عندك دي بانسو، يكون عندك هكا ضروري خاصك مشطه بحال هذه باش كتفرقي بها وهي باش كديري لي برودوي، وخاصك بغاص بحال هذه. بالنسبه للبنات اللي عندهم بغاص بحال هذه هي باش كنجبد بزاف كانوا كيسولوني واش داك ليسير واحد اخر. لا ماشي ليسير، هذه غير واحد المشطه كتسهل لك باش تجبدي الشعر ديالك، كتجيك ساهله باش ما كتحرقيش وتخدمي بسهوله مع الليسير. فوالا هادشي اللي كاين. البرودوي انا خديت هنايا البرودوي حتى هو كنديرو بالعبار، يعني انايا قد شعري ما محتاجاش 100 ايميل، كندير غير 70 ايميل وكتجيني قاداني. داكشي باش كنقول لكم انا 100 ايميل راها كتقد الشعر كامل. بالنسبه ل 100 ايميل شنو هي هذه راه 100 ايميل، هذه سندوز ديال الشعر، يعني شعر واحد غادي تقدو. هذه انا متاكده منها لان كنعطيكم العبار الصحيح. صافي هادو هما اللي خاصك، يعني ما خاصك شي حاجه اللي ما كايناش عندك في الدار. من بعد كتغسلي شعرك بالشامبوان 3 المرات، كتنشفيه. انا هادشي كله درته قبل ونشفته، ودابا غادي نبدا نفرق شعري وسط النص ونبدا نخدم لانوك. انا بالنسبه ليا غادي تشوفوا معايا انا غادي نكمل بوحديتي لان متاكده منه غادي يخدم ليا اللور وشي الاخر يقول لي دبر راسك. غادي ماشي مشكل، غادي نخدم هنا من غيدير ديال البرودوي. هنا غادي نحاول انني نكملو راسي ومن بعد غادي نجمعو. غادي نوريكم التتمه ديالو هنا.
وهنا البنات غادي نبدا معكم اول حاجه كما كتشوفوا انه بدينا كناخذوا ميشات صغارين. هنا كما قلت لكم ما غاديش نعطي لكم الطريقه الصحيحه لانه هو اللي كيخدم ما عمره ما صاوبو، يعني اول مره كانت اول مره ليه، يعني غادي نعطيكم انا الطريقه الصحيحه في الفيديو الجاي ان شاء الله، لانني كنت خادمه. غادي نخلي لكم الطريقه الصحيحه، وغادي نخلي لكم حتى الفرق بينات ليساج بريزيليان طبيعي وليساج بريزيليان فورمال، وغادي نخلي لكم الفرق حتى هو كما قلت لكم في اول فيديو. هنا جاني لا فيديو غيجيني طويل، داكشي ما غاديش نقدر نهضر لكم هنا على البوتوكس. غادي ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله اللي غادي نشرح لكم فيه جميع انواع ديال الليساج ولي برودوي اللي تقدروا تستعملوهم وشنو الفرق بيناتهم. فوالا هنا كما كتشوفوا انا صبت البرودوي في شعري كامل. ضروري انكم تفرقوه مزيان وما تاخذوش دي ميش غلاضين، وتخليو واحد 10 سنتيمتر على الشعر يعني على لاغاسين ديالكم. صافي هنا نتوما شفتوا اش غنقول لكم، كما قلت لكم في الاخر ديال الفيديو حمدت الله بعدا ملي بقيت في شعري، ولكن ماشي مشكل غنشكرو بزاف لانه حتى هو خدم معايا وصاوبوا ليا كما غنقولوا باول مره غيصاوبوا لك شي حاجه، وخصوصا ليساج ماشي سهل البنات باش تصاوبيه ما عمرك ما صاوبتيه، ولكن خدموا نقولوا نعطيوه 9 على 10 اختي ماشي مشكل. المهم انه نقدنا من لا ميزاخ كما كنقولوا. وهنا البنات كما شفتوا بعد ما تقاتلت هاتي راه كطير ليا الشعر. دابا غادي نديرو الفيلم هذا ضروري باش انه كيخلي لك لو برودوي مجموع كما شفتوا، كيخلي لكم لو برودوي وكيخليه يزيد. نتوما عارفين ملي كديري شي حاجه يعني ملي كتسديها بلا فيلم كتزمتيها كيخلي البرودوي انه المفعوليه ديالو تبقى فيه ويزيد يطلق اكثر. دابا غادي نخليها انايا المده ديال ساعه، فوالا ساعه، وغادي نرجع باش نغسلو فوالا غادي نخليه مده ساعه. كوا دير لك لا لا سي بون. غادي نخلي المده ديال ساعه، من بعد غادي نشلو النص يعني 50% و50% ديال البرودوي غادي نخليه. بركه غندخل الدجاجه الفران فوالا ومن بعد نتلاقى معاكم. وهنا البنات كما شفتوا بعد ما انني خليت البرودوي في شعري المده ديال ساعه، ضروري تخليوه ساعه. ومنين غسلته غير نص، يعني غسلته اكثر من 50%، يعني كنكب عليه الرشاش هكا المره الاولى ونعصر، والمره الثانيه خليت فيه انايا اكثر دو برودوي لان شعري كان بزاف لي بوينت عندي كانوا ميتين. نشفتو بالشوشوار ها نتوما دابا راه ناشف غير بالشوشوار ودرت له ان تي بروشينغ خفيف باش لا بلاك دوز ساهله. المهم غنكملوا مع الشيف ديالنا نشوف واش غيكمل هذا الشعر ولا غادي نقرع. غادي يكمل ليا لا بلاك من هذا، من القدام غادي نحاول نكملو انايا لان كتجيني ساهله القدام، غير هنا اللي ما كنقدرش نخدمو. ومن بعد ملي غنسالي غنوريكم النتيجه النهائيه. وهنا غادي نتقاسم معكم واحد الهديه اللي وصلتني، غادي نشرح لكم عليها وغادي نوريها لكم لابساها، وغادي تعطيوني الراي ديالكم تقولوا لي كيفاش جاتني. وغادي نخلي لكم كلشي لو ليان في لا بار دانفو اولا في صندوق الوصف، وكلشي غادي نخلي لكم حتى هو في الانستغرام في واحد لو بوست. المهم يلا خلينا نكملوا بعدا لا بلاك وندوزو من بعد التتمه. ما تنساوش لي غاسين البنات، لان لي غاسين هما اللي الشعر يعني الزغبه دغيا كطوال، وهنا فين كيتنفخوا لكم الشعر ديالكم، وخصوصا البنات اللي عندهم شعر شويه واقف يعني كيبان لك الفرق في مده ديال شهر ونص دغيا الشعر كيكبر والليساج يعني كيبدا يهبط لك. من الاحسن انك حاولي تبقاي تخدمي مزيان لا غاسين. هو هنا راه ما كيوصل لهمش بزاف، ولكن انا وليت عاودتهم كما قلت لكم ان الليساج كتخليه لمده ديال 3 ايام، والمده 3 ايام وانت كتخدميه وتعاودي تخدميه صباح وعشيه. علاش كتخدميه صباح وعشيه البنات؟ لان هاد الخدمه هذه كتخليه يجلس لك المده اطول، يعني ملي كتخدميه لو برودوي كيكون باقي وكتاكتيفي هذيك البرودوي وكتجلس لك المده اطول ليساج في الشعر ديالك. غادي نبقاو حتى نكملوا الشعر كامل. حاجه وحده انكم ملي تخدموا لا ميش صغيره وملي تطلقوه عاودوا خدموا الشعر حتى هو الاخر باش هكا كتاكتيفيو، وكما قلت لكم يعني باش كتعاودوا تخدموا الشعر مزيان وكيدخلوا هذاك لو برودوي، لان لا بلاك هي ايطاب مهمه في الليساج.
بعد ما ساليت هانتوما كما كتشوفوا النتيجه الاخيره ديالو. غنقرب لكم غير باش تشوفوا حتى لي بوينت. فوالا هذه النتيجه الاولى. لان انتم عارفين بعد ما كتغسليه عاد تتبان لك النتيجه اللي كتكون صحيحه. حاجه البنات بالنسبه لو برودوي انتم كما كتشوفوا الشعر راه كيبقى يلصق. فهمتوا انتم راه كيبان ان راه باقي فيه لو برودوي. فوالا هذه حاجه وحده اللي ديروا نتوما منها اتونسيون وما تخلعوش، لان ضروري ملي كتقيسي شعرك هكا راه باقي فيه لو برودوي. علاش كيبقى فيه لو برودوي؟ باش تقدري تخدميه هاد المده ديال يومين. المهم لا بغيتو راه يجي يخدم لكم شعركم يخدم لكم غير بمواتي البري، نعطيو غير نص الثمنه. كيضحك. فوالا المهم لا بغيتو كوافور ها هو. المهم حمد الله شكرت ما ساليت عاد قلت الله يا ربي شعري وخر وريتكم الارض مع داك الجباد ما كيعرفش يحل لي حتى الاخر كيطردق ليا الزغبه. معليش ماشي مشكل. ما اللهم لا عمش ولا العمى بخطره. لقينا شي واحد يصابوا لنا ما غاديش نزيدو نوليو نطلبوا اكثر. المهم دابا غادي تطلعوا معايا حيت كما شفتونا بالطرف لتحت غادي نطلع باش نوريكم لو كادو اللي وصلني. غادي نهضر لكم عليه وغادي كما قلت لكم غادي نخلي لكم كلشي في لابار دانفون. غنلبسو وقولوا لي لا كيفاش جاتني اللبسه وكيفاش واش عندي الذوق ولا لا. وصراحه غادي نقول لكم لا كاليتي ديالو كي هنا. غادي ندوز معكم باش غادي نوريكم القفيطنات والحويجات اللي وصلوني. غادي ندورها لكم. انا كنت ديجا بديت حليتهم ها هما. غادي نوريهم لكم الستيل ديالهم كيفاش داير هكا واقفين، ومن بعد غادي نوريهم لكم ملي غادي نلبسهم. هنا اول حاجه غادي نبدا معكم هو هاد لو كيمونو هذا اولا القفيطين محلول. صراحه كيجي ترو كلاس والله العظيم ترو كلاس. يا غيان ادير. ها نتوما شوفوا ليا الخياطه كيفاش دايره وداك الشيء كيكون يعني كلاس تقليدي و او ميم طون رويمي. يعني كيجي ها نتوما في اللبسه. انا غادي نلبسو لكم وغادي تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. السفيفه ديالو ها هي مذهبه والموبرا ديالو خصوصا الثوب ديال الموبرا البنات اللي صراحه رائع. ها نتوما الموبرا المزيانه. علاش؟ لان ملي كتحطي يدك ما كيبقاش لاطراس يعني واخا تجلسي ولا شي. لي طالون اليدين كما قلت لكم ها نتوما حتى هما طوالي وكيجي معاهم المجدول ديالها. ها هو المجدول غادي تشوفوه معايا نتوما. المهم انا غنلبسهم وغادي نوريكم كيفاش كيجيو في اللبسه ملبوسين. هنا هذا هو القفيطين. بالنسبه للقفطان ها نتوما صراحه انا عمري ما كان عندي هذا اللون هذا وقلت غادي نجرب هذا اللوين هذا. كيبدل شويه. غادي نوريكم خصوصا غادي تشوفوا الخدمه ديالو. ها نتوما ها الخدمه فوالا. وشوفوا العقيق ديالهم هنا. شوفوا العقيق صراحه كاليتي غزاله. ما توقعتش زعما ما نكذبش عليكم البنات والله العظيم ما توقعتش انا يكون بهاد لا كاليتي هذه. ها نتوما وغادي تشوفوا ليا اليدين 3 كار والجنيبات. ها نتوما الجناب ديالو بحال اللي ولاو دابا كيدار لا مود. فوالا ها هما جناب مطروزين كاملين ومحلولين يعني ما محلولينش راه مسدودين بالعقاد كما كتشوفوا. والفتيحات في الجناب بطبيعه الحال. فوالا هنا من اللور عنده طريزه حتى لتحت ما واش كيبان لكم. المهم انا غنلبسو غادي نوريه لكم مزيان. فوالا والطريزه في التحت في الجلال. فوالا ومخدوم الصراحه خدمه دايزها الكلام. فوالا وهو وكاينه المجدول ديالو اولا المضمه ديالو ها هي. المهم انا غادي نلبسو غادي يبان لكم حتى في الحاجه ملي كتلبس عاد. فوالا المهم هادو انا غنلبسهم وغادي ندير لكم اختي لاله اليوم. شوفوا الواحد هو اللي يفرح براسو. دايره حصابه شعري لبست القفيطين خصني عاد شي عرضه. المهم ملي غنلبس وغنسالي غنقلب عاد من عندي. يلا نتلاقى معكم من بعد ما غنلبس. غنمشي ندير غير شويه ديال المكياج باش هكا الحاجه كتبان ومن بعد غادي نلبس القفطان وغادي نلبس لكم هذيك القفيطان المحلول اولا الكيمونو وتشوفوا كيفاش كيجي غزال بزاف. البنات صراحه بنت غزاله تستحق انها تشجعوها. خصوصا اننا كيعجبني هادشي كما قلت لكم الحوايج اللي كيكونوا تقليديين وكيكونوا مخدومين باليد وخصوصا الناس اللي كيكونوا عاد بادين نشجعوهم. ما كاينش يعني صراحه علاش اننا ما نديروش يد بيد بعضياتنا ونشجعوا الناس بحال هكايا. خصوصا انها بنت غزاله 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 صراحه. والتعامل ديالها فن بدون نقاش. التعامل ديالها زوين بزاف والكاليتي عندها حوايج اخرين وعندها يعني فريمون بزاف.
القفيطين اللي قلت لكم صراحه هانتوما كما كتشوفوا اللبسه ديالو كتجي واعره. لاطاي انا كما قلت لكم بالنسبه لاطاي البنات كتقولوا غير لاطاي ديالكم، انا هذا سي لاطاي ديالي ام خديتوها هو، يعني كيجي غزال في اللبسه. وحتى الخدمه ديالو راه الخدمه هانتوما كما كتشوفوا عنده فتيحات من الجناب، فتيحات راه ما طالعينش بزاف، وعنده الزواقه اللي كاينه من الظهر ديالو حتى هو. والكميمات كما كتشوفوا الكميمات ها هما كميمات 3 كار كيجيو زوينين، يعني كتكوني حاسه براسك راكي مرتاحه فيهم. وحتى اللبسه ديالو كتجي زوينه بزاف. المضمه راها كتكون معاهم. بالنسبه للمضمه اذا نتوما المهم انا جاتني غير باش بدلت اللون، حاولت انني غندير معاها هاد الحوالق هادو باش يكونوا اسارتي فوالا. يعني هانتوما المضمه درت معاها الحويلقات باش يخرجوا مع المضمه. وفوالا هذا هو اللي كاين كما كتشوفوا معايا. صراحه الموديل ديالو زوين بزاف، وخصوصا البنات خصوصا الكاليتي ديال الثوب زوينه، والخدمه حتى هي ماشي كنشكروا لكم على والو، مي فريمون يصح انكم تشوفوا عندها موديلات بزاف. انا هذا الموديل هذا هو اللي عجبني، لان ما كانش عندي هذا اللون هذا وما كانش عندي هذا الستيل هذا، اول مره غادي ناخذه. وباقيين عندها موديلات اخرين اللي تقدروا تعجبوكم حتى نتوما. ما تنساوش يعني نخلي لكم لاباج ديالها في لو صندوق الوصف، لاباج ديالها في الانستغرام اللي صراحه بنت غزاله، وكنتمنى انكم تشجعوها البنات بكثره، لانها حتى هي يلاه باديه. وكما كتعرفوا انا الانسان اللي كيكون بادي باغي واحد شويه ديال التشجيع، علاش لا ما نشجعوش بعضياتنا ونديروا يد فيه باش كلشي يوصل ان شاء الله للمهم ديالو. ها انتم غادي تشوفوا معايا انا مهم لا اختي كنبان عليكم اليوم هنا بالليساج وها انتم بالقفطان قلنا ايوا اختي خصني دابا قولوا لي شكون هي فيكم اللي عارضه عليا صيفط لي هذا الدريسه دابا انا جايه موجوده اختي. ها انتوما شكون بحالي فوالا البنات. المهم نتمنى ان هاد القفيطه نينا الاعجاب ديالكم. غادي ندوز معكم بعدا باش تشوفوا اللوك الثاني اللي صيفطت ليا، وتشوفوا وتقولوا لي نتوما خصوصا البنات. خليو لي في التعاليق قولوا لي الراي ديالكم شنو هي اللي جات معايا اكثر، هاد اللبسه هاد القفيطان هذا اولا القفطان اللي محلول بالمجدول ديالو. غادي نلبسو غادي تقولوا لي نتوما الراي ديالكم. خليو لي في التعاليق. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني. هنا البنات كما كتشوفوا هذه هي اللبسه الثانيه. كما قلت لكم هو قفيطين هكا محلول فوالا. هانتوما كما كتشوفوا عنده الكميمات هابطين فوالا، ها الكميمات ديالو وديال المبرة. الصراحه المبرة ديالو غزاله كما قلت لكم في اول ديال الفيديو كما شفتوا فوالا. وها هما انا المهم الا بغيتو تطلعوه كديروا لهم واحد الخريصات اللي كيكونوا هنا في اليدين، ما بغيتوش كتخليوه هكا فوالا. ها اللبسه ديالو كيفاش كيجي فوالا كما كتشوفوا مع المجدول ديالو. انا لبستو هكا مع سروال ديال الكوير في الكحل، ومع بودي اللي كان عندي بنفس الشكل حتى هو ديال المبرة جاني مع اللون ديال السفيفه. سينو تلبسوها مع ما بغيتو، يعني معاش بغيتو مع كسيوه معايش ما بغيتو فوالا. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو فوالا. كيجي الشكل ديالو غزال صراحه، وكيجي كلاس في اللبسه، وكيجي حتى لاطاي. انا كما قلت لكم انا خديت هادو لاطاي ام يعني لاطاي ديالي. فوالا البنات هادو هما البيسات ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي في التعاليق ديالكم الى البيسه اللي عجبتكم. واش هذا يعني هذا القفيطان هذا اللي محلول بالمجدول اولا القفيطان الاول اللي لبس. وطبيعه الحال ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم على الليساج. قولوا لي كيفاش جاكم. بالنسبه للبنات اللي بغاو لي ليساج اولا لي برودوي ديال ليساج كما قلت لكم تواصلوا معايا في الانستغرام. غادي نخلي لكم هانتوما كما شفتوا الريزولطا ديالو راه وريتها لكم، وين راكم شفتوها في هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي حتى نتوما تخرج معكم نفس النتيجه.
بالنسبه للبنات اللي باغيين يتواصلوا معايا راه كنقولها لكم ديما، كنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. تواصلوا معايا في الانستغرام كنجاوبكم تو سويت بالنسبه لا لي برودوي ولا حتى بالنسبه للعبايه. البنات اللي كانوا بغاو ندير معاهم فيديو للعبايات القصارين ان شاء الله غادي نحطو لكم في الاسبوع الماجي ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي التشجيعات ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو بطبيعه الحال اللي عجبكم لا فيديو. وغادي نقول لكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم.